بيكم في قمة العاصمة والبلد طبعا نتعرف الأول. أنا مارو جودة، عندي 33 سنة. طبعا ده أول عمل درامي ليا، ويسعدني إن أستاذ أيمن فؤاد المخرج العظيم واكتشف الشخصية اللي أنا هجسدها، ودي حاجة حلوة. نقدر نقول لحضرتك داخلة في سباق رمضاني لموسم 23 2023 إن شاء الله بأمر الله. طب ممكن تدينا نبذة عن دورك؟ أنا بتجسد في شخصية اسمها صباح، بنت ست بسيطة من القارة، بتحب جارها علي اللي هو طالب الجامعة المتميز، بس هو مش حاببها لأنه بيحب زميلته من الجامعة، لأن طبعا هو شايف إن صباح دي يعتبر أخته، مش حاسس بيها أي اتجاه، بس هي دايما متعلقة إن في يوم من الأيام إن علي يفكر فيها أو يحبها، لحد ما خلاص شافت ان علي مش باصص لها خالص، فقررت ان هي بقى خلاص مامتها تجوزها، وفعلا اتجوزت وجابت ولد ولسه حياتها. يعني تقدري تقولي كده ان حضرتك قدرتي تجسدي الشخصيه اللي الواحده اللي بتحب قوي والواحده اللي بتضحي قوي؟ طبعا. بصي، هو الممثل الشاطر واللي عنده موهبه ان انت تتجسدي في الشخصيه وتعيشيها كأن انت بتعيشي واقعها، يعني انا دلوقتي انا بتعامل ان انا صباح مش مارو، بتعامل ان انا صباح، ان انا بحب علي وان انا يعني مهيمنه فيه خالص، وعندي امل في يوم من الايام انه يحبني، لحد ما خلاص يعني انا هفضل احبك لحد ما الاقيش امل، خلاص هضحي واشوف بقى والدتي عايزه ايه واتجوز، ودي حياه اكيد كلنا بنعيشها. اتمنى مزيد من النجاح والتألق ونشوفك كده دايما على الشاشه المصريه. يا رب، ميرسي خالص، شكرا. ناخد احنا بقى